السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الكنافة بالقشطة الجميلة جدا اللي بنشتريها وتعجبنا جدا. خليكم معايا لآخر الفيديو عشان نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. أول حاجة هنا هعمل الشربات أو القطرة أو السيرب. عندي كوبايتين من السكر، وعندي كوباية ونص من المية، وكمان عندي معلقتين من عسل الجلوكوز. لو مش متوفر مفيش أي مشكلة. عندي 2 ورقة فانيليا أو نص معلقة من الفانيليا السايلة، ونص معلقة من ملح الليمون، أو نستبدلها بعصير نص ليمونة. اول حاجه هجيب حله هحط فيها الميه، وكمان هحط السكر. هبتدي بقى دلوقتي اقلبهم كده شويه على البارد، وبعدين هحط عسل الجلوكوز. يعني لو مش متوفر مفيش مشكله، ممكن نحط عسل ابيض او عسل نحل بداله، وممكن نستغنى عنه خالص. هديله تقليبه كده على البارد، وبعدين هحط ملح الليمون، وكمان هضيف الفانيليا. هديله تقليبه كده وهرفعه على النار. اول ما ارفعه على النار هبتدي ان انا برضو ابتدي اقلب فيه شويه، لكن اول ما يبتدي في الغليان خلاص مش هعمل فيه اي حاجه تاني واسيبه مع بعض. عندي هنا حوالي نص كيلو من الكنافه. طبعا يعني هنا نص كيلو انا مقطعاها خالص زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحطيها في الكبه، ومعلقتين من السكر البودر، وكمان عندي كوبايه من السمنه السايحه، ويستحسن تكون سمنه بلدي. طبعا انا دلوقتي هبتدي بقى اغلف الكنافه بالسكر البودر بالشكل ده، وبعد كده كمان هضيف لها السمنه، وهبتدي اقلبها كويس قوي بحيث كل كميه الكنافه عندي تتغلف بالسمنه والسكر بالشكل ده. احاول ان انا يعني افركها كده جامد. وانتي لو عندك كبه قبل ما تحطي لها السمنه والسكر حطيها في الكبه، هتبصي تلاقيها تبقى، انا عايزاها تبقى صغيره جدا. بعد كده هجيب صينيه وهدهنها زي ما انتم شايفين كده كميه حلوه قوي كده من السمنه. وهبتدي بقى اخد شويه كده من الكنافه، وابتدي افرفطها كده وانا بحطها بحيث تبقى في يعني في قاع الصينيه بالشكل ده، واستفها بحيث اخليها متساويه بنفس الطريقة دي. وابتدي اضغط عليها واحاول على قد ما اقدر اعمل حرف للصينية، عشان لسه لما نحط القشطة ما تتحرقش معانا في الفرن. ابتدي كده اضغط واعمل برضو في نفس الوقت اعمل حروف او جوانب للصينية زي ما انتم شايفين معايا كده. ابتدي اضغط جامد عليها، وبرضو منساش الحروف ان انا اخلي ليها حوافي على الجنب. وابتدي باي حاجة كده اضغط عليها، انا عايزاها تبقى مكبوسة كده خالص بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده بقى انا هعمل القشطة عبارة عن دي هنا كوبايتين من الحليب، عندي معلقتين من النشا، معلقتين من السكر وفانيليا. هجيب الحلة بتاعتي. اول حاجة هحط الحليب، وكمان هحط النشا والسكر البودر والفانيليا. هديهم طبعا بعد كده لازم تقليبة على البارد قبل ما احطها على النار. واول ما كده كل المكونات اللي عندي تدوب مع بعض، ابتدي احطها على النار مع التقليب المستمر لغاية لما تديني كده قوام كريمي. هنشوفها ازاي مع بعض على النار زي ما انتم شايفين كده. هقلبها لغايه لما تديني قوام كريمي. طبعا ما سيبهاش، يعني لازم افضل اقلب فيها بالشكل ده، هيديني القوام اللي يبقى بالطريقه دي. بعد كده هجيب صينيه الكنافه بتاعتي، ابتدي احط فيها الكريمه او القشطه الكدابه اللي احنا بنعملها. حلوة قوي على فكرة. ممكن تضيفي على القشطة دي وانتي بتعمليها قشطة الحليب اللي عندك، او القشطة اللي بتتباع في السوبر ماركت. تحطيها كده بحيث انا شايفين كده لما عملنا الحروف مهما نعمل كده مش هيجي على الصينية خالص. وده طبعا يعني خطوة عشان ما تتحرقش القشطة بتاعتنا. بعد كده هبتدي بقى اجيب بقية الكنافة. انا الاول اخليها تجمد زي ما انتم شايفين كده بحيث تستحمل ان انا احط الكنافه ما تختلطش مع بعضها. ابتدي بقى افرفط كده الكنافه واغطي السطح كله بالشكل ده كده.
بحاول ان انا اوزع كويس خالص عشان خاطر تبقى كلها سوا واحد ومتبقاش فيه جزء اكبر من جزء، وفي نفس الوقت احاول ما اضغطش جامد عشان ما اخليش القشطه بتاعتي تتبهدل يعني. ابتدي كده اسويها بالراحه، واشوف لو اماكن ناقصه اي جزء فيها احط لها بالشكل ده. ابتدي بقى اسويها واسوي الحروف كمان. الساعة بترن معلش. بعد كده هبتدي اسويها كده بمعلقة كده، بحيث انا مش عايزة اضغط عليها جامد عشان القشطة بتاعتي تفضل محتفظة بكيانها. ابتدي بقى اسوي الحروف كده زي ما انتوا شايفين معايا، واظبطها كده، وكمان برضو بالمعلقة اسويها. المعلقة بتديها نعومة لما اعملها بالشكل ده بظهر المعلقة. تمام. تمام كده. بعد كده خلاص هدخلها الفرن على درجة 180 درجة، ولغاية لما الحروف تحمر هبتدي بقى اشغل لها الشواية ونشوفها مع بعض. وادي يا حبايبي شايفين الكنافة بتاعتنا اللي بالقشطة جميل. ههز الصينية كده الاقيها طبعا بتتحرك، هبتدي اقلب الصينية ونشوف بقى اجمل كنافة، اللون الذهبي الجميل قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. حلوة قوي، انصحكم تجربوها. شايفين الشكل والجمال؟ حلوة جدا، تستاهل بقكم بجد. وبعد كده بقى هجيب الشربات بتاعي، شربات بارد والكنافة سخنة، وهبتدي بقى اسقي الكنافة على حسب ما احنا بنحب بقى الحاجة مسكرة قوي او نص نص. انتي ادرى بالتحلية بتاعت اسرتك. تسقي الكنافة الكمية اللي انت عايزاها من الشربات او القطر او السيرب بالشكل ده. ممكن بعد ما يعني اعمل اسقيها بالشربات اخليها كده 10 دقايق او ربع ساعة عشان تتشرب كويس من الشربات، وبعد كده هنقطعها ونشوفها مع بعض. هبتدي بقى نقطعها كده، بصراحة ريحتها وشكلها يفتح النفس، كمان طعمها اجمل بكتير، تستاهل بقكم بجد. شايفين؟ روعة جدا. هنشوف طلع تركي كده منها ونشوف. هتقومي دلوقتي على طول تعمليها. شايفين الكريمة جميلة، حلوة قوي قوي. تعمليها ان شاء الله كده وتاكلوها بألف هنا وشفا. جميلة جدا. شوفي لما تقطعي كده جميلة. شايفين الكريمة؟ روعة. كمية حلوة قوي من الكريمة، يعني ما انصحكيش تزودي اكتر من كده، دي كمية كتيرة قوي، حلوة خالص. شايفين شكلها وشايفين شكل الصينية؟ حلوة قوي قوي قوي. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. الله، في منتهى الجمال. انصحكم بجد بجد تجربوها. هنقطع كمان منها كده وتشوف الجمال ازاي، جميلة وشربة شربات كده وفي منتهى الجمال. ان شاء الله كده لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة، وتعملوا لي لايك للفيديو اذا عجبكم الفيديو، وتكتبوا لي تعليقاتكم الجميلة، ويا ريت تشيروا الفيديو مع اصحابكم. ان شاء الله كده نتقابل الفيديو الجاي على خير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.